السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا مساء السعادة والفل عليك. ولو عايزة تجربي خلية النحل، عجينة طرية ورهيبة وبتشوفي الحشوة، تابعيني. عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وألف خير يا رب. مساء الورد والفل عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل خلية النحل الحادقة. طبعا في خلية النحل الحلوة وفي العجينة وفي الحادقة. فطبعا هنعمل مع بعض الحلقة اللي هي مكوناتها ايه. معايا 500 جرام دقيق منخول، ومعايا 200 جرام حليب دافي، ومعايا بيضة، ومعايا ميه للعجن يعني لو احتاجنا ميه هنكمل، ومعايا 50 جرام سمنه زبده اللي عندك، ومعايا خميره 20 جرام، ومعايا 10 جرام لبن بودر، و5 جرام سكر، ورشه ملح. هنبتدي نقول ايه. بسم الله. هننزل بالحليب يا حبايبي اهو. نزلنا باللبن يا حبايبي، وهننزل بالخميره يا حبايبي بالخميره واللبن الدافي. هننزل بقى بالسكر وبالبيضه، وهنزل بقى على الدقيق باللبن البودر والمعلقه صغيره بيكنج باودر ورشه الملح، وهنقلبهم. دي المواد الايه الجافه. والمواد السايله معانا اهي اللي احنا قلنا عليها اللي هي البيضه. هنضربهم كده يا حبايبي اهو. قلبنا البيضه مع الخميره مع معلقه السكر مع 200 جرام حليب، ومعايا معلقه خل يا حبايبي. واحنا بنعجن هنحطها كمان معانا هنا. هي بتبقى محسن يا حبايبي. معلقه خل دي تبقى محسن معانا. وهنحط بقى هنا المواد الجافة. وحطينا المواد الجافة يا حبايبي اللي هي رشة الملح على الدقيق ومعلقة البيكنج باودر. ننزل بقى بالسمنة او الزبدة، وهنسيب حبة للاخر بلم بيها العجينة، وهنقلبهم كده مع بعض. وهننزل بقى بالخميرة اللي دوبنا معاها البيضة. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بالمواد دي لغاية ما هتلم. عايزة حاجة معايا هنحط مية دافية اللي انا محضراها جنبي دي اهي، وعجنتها يا حبايبي لغايه ما بتلمش في ايديا. وطبعا احنا حطينا معلقتين الزيت اللي كانوا فاضلين، السمنه. وعايزه اقول لك اللي انا عملتها يعني عشان وقتك وكده، فايه ما بقتش تلزق في ايديا، فرحت ايه خلصتها. وهريحها ربع ساعه وهرجع لك. حبايبي العجينه خمرت معايا، هعملها كرات قد بعضيها وهرجع لك. وكورتها يا حبايبي. حتى حاولي تخليها كلها مقاس واحد زي ما انا عامله كده. وطبعا الحشو ايه يا حبايبي. معايا طماطم مكعبات صغيره كاريه يعني، ومعايا ثمرتين فلفل، ومعايا جبن بقى انواع اللي عندك يعني. عندك جبنه رومي، موزاريلا، جبنه بيضه، وطبعا ولانشون حلواني قطعته مكعبات صغيره، وزيتون اخضر مقطعاه برده مكعبات صغيره. يعني الحشوه اللي اي حاجه عندك هتنفع في العجينه دي. هبتدي بقى اعمل معاكم واحده او اتنين اهو يا حبايبي. هنحشي بقى. حاولي تحطي بقى من كل حاجه كده. والجبن المختلفه دي بتديكي مذاق حلو قوي في الطعم. وهنقفلها كده وهتكوريها تكويره كده، وهنحطها بقى في الصينيه اهي. نعمل واحده كمان. العجينه رهيبه رهيبه رهيبه. ممكن تعمليها سجق مثلا، تعمليها السوسيس، اي حاجه عندك عايزه تحشي بيها مع الفلفل والجبن والحاجات دي هتبقى جميله اهي يا حبايبي. هكمل بقى بقيه الكرات وارجع لكم. وخلاص كورتها يا حبايبي كلها وحشيتها. طبعا اي حاجه عندك في التلاجة هتحطيها جوه الخليط ده، حلوه بتلم الجبن والحاجه. فطبعا انا عملت خليط الدهن اللي هو ايه. عملت لبن، عندك لبن بودر، لبن حليب عادي، رشه سكر، رشه قهوه اللي هي سريعه الذوبان دي، وتقلبيهم. وبندهن بقى الوش كده، وبنحط بقى فوق الوش حبه البركه سمسم، ورشيت عليها حبه البركه يا حبايبي. وهدخلها الفرن. طبعا الفرن والع. الفرن والع على اساس اي معجنات اي كيك لازم يبقى الفرن والع مسبقا. وهدخلها ولما تخرج هنقدمها مع بعض. وخلصت معايا يا حبايبي. طبعا ما خدتش تلت ساعه. وطبعا لقيتها من الجوانب خدت لون، رحت فاتحه الشوايه دقايق بس. عايزه اوريكي واحده. بسم الله اهي طالعه اهي اهي. ايه رايك؟ شايفه العجينه طريه ازاي؟ وادي الحشو يا حبايبي اهي.
رهيبة رهيبة رهيبة. طبعا عايزة اقولك، طبعا اولادنا بيزهقوا من الفطار التقليدي اللي هو الفول والطعمية، فممكن تعملها لهم فطار، تعملها لهم عشاء، ممكن برضو ممكن غدوة لو حشيها برضو يبقى فيها خضروات وفيها لانشون وحاجات حلوة، جنبها بطاطس محمرة وكاتشب، تبقى رهيبة برضو. يا رب تجربيها بطريقة شيف هالة، خلية النحل بالجبن والخضروات وتعجبك، وبألف هنا يا رب.